السلام عليكم ورحمة الله. شو هو الوضع بالشام؟ وشلون أنا شفت الشام لما نزلت عليها؟ هذا السؤال دايما الناس تسألني إياه، سواء بالمنطقة اللي أنا ساكن فيها حاليا بالباب وريف الباب، أو هذا السؤال نفسه يعني تطرحه الناس اللي موجودة خارج سوريا، لأنه يمكن الكاميرا أحيانا ما تنقل الصورة الحقيقية للوضع بالشام. أنا بصراحة أجلت نزلتي على الشام أسبوع بعد سقوط النظام، لأنه كانت الطرقات زحمة جدا. الناس اللي كانت نازلة من الشمال السوري باتجاه الشام، يعني الزحمة اللي كانت بحسيها بدك 3 ساعات لتطلع منها. يعني اللي يطلع من الصبح من منطقتنا هون باتجاه الشام يعني ما وصل للساعة 10-11 بالليل، أكل معه الطريق حوالي 12 ساعة، يعني 5 أو 6 ساعات زيادة. فأنا عرفت أنه أول أسبوع راح يكون زحمة أكيد، أروح بالأسبوع اللي بعده تكون خفت الزحمة شوي مشان يكون مشواري أيسر وأسهل. وانت نازل على الشام، أول ما توصل على الطريق المتحلق اللي يدور حوالي مدينة دمشق، أول شي راح تصادفك أحياء الغوطة الشرقية، زملكة والقابون وعربين وجوبر، وهاي راح تشوف انه في احياء مثل ما هي تم تسويتها بالارض، وهاي الاحياء يعني قطعا ما هي قابله للسكن، يمكن ولا ب5 سنين، ويمكن 10 سنين ما تكون قابله للسكن، الله اعلم. الاحياء مثل ما هي على الارض، وانت ماشي على المتحلق على اليمين وعلى اليسار توصل على مناطق، هاي المناطق ولا كأنها شافت حرب خالص، بالعكس العمران فيها واقتصادها تحسن الدبل بدون مبالغة. يعني أنا رحت على بلدي جديدة الفضل، يعني بصراحة اتفاجأت أنه العمران اللي فيها صاير دبل الضعف. هاي من ناحية العمران، ومن ناحية الناس شلون ساكنة. اقتصاديا احنا كنا دائما نشوف انه الناس تشكي من الوضع الاقتصادي بسوريا عند النظام، وانه ما في شغل، وهذا الكلام صحيح. الناس كلها عايشة على الحوالات، يعني وين ما تدير وجهك اي شخص ساكن عند النظام مستحيل عايش الا وعم تيجي حوالة من برا قطعا. بس انا للأمانة توقعت انه الوضع الاقتصادي يكون عندهم أسوأ من هيك. انا بصراحة نزلت وشفت الاوضاع جيدة، يعني ما هي بالسوء اللي أنا كنت متوقعه أبدا. أمنيا، شلون الوضع أمنيا بالشام؟ الوضع أمنيا بالشام أو بعموم سوريا أحسن من أيام النظام بمليون مرة بدون مبالغة. والله العظيم أنا نزلت من الباب باتجاه الشام روحة رجعة، ما طلعت هويتي، ما حدا سألني شو عم تساوي هون، من وين جاي، من وين رايح، ما نطرت دقيقة على حاجز ولا دقيقة. أحيانا بس تكون في زحمة لما أفوت على المدن، مثلا فتت على الشام كان في زحمة بساحة الأمويين، زحمة طبيعية، دخولية حمص دخولية حما نفس الشيء، زحمة عادية يعني. بس حاجز، زحمة على حاجز ما في. الوضع الأمني أحسن من عدور النظام بمليون مرة. بدي أحكي عن موقف الناس سياسيا. يا ترى هالناس فعلا فجأة صارت كلها ثوار ومن محبي الثورة، ولا هم مجرد من حبكجية عم يمشي مع التيار؟ بصراحة أنا هذا الوضع ما فهمته، ما بعرف، ما أحسن أجاوبك، ما أحسن أحكي لك إنه فعلا الناس كانت كلها تكره النظام، وفجأة كانت تكره النظام وكانت متحينة الفرصة إنه تعبر عن رأيها، أو هم بس ناس ماشية مع التيار. ما أحسن أحكي لك. في ثورة مضادة عم تصير، في ناس عم تحاول تلعب، بس ما راح يطلع معها شيء قطعا، لأنه أصلا النظام المؤسسة العسكرية والأمنية انهارت. فمسألة أنه تصير ثورة مضادة مستحيل ولا بأي شكل. الشعب اللي هناك، بدي أحكي كمان شوي عن الشعب. يعني رحت سهرة مع يعني أشخاص كانوا معي بالمدرسة وزملاء دراسة وكذا،
يا رجل جلست لك معهم. هذا جا كاين بالجيش متطوع، وهذا كاين عسكري، وهذا بالمخابرات، وهذا كاين بفرع المخدرات، وهذا ما بعرف شو. كلها شبيهة، كلها شبيهة. نزلت نمت عند أهلي، مع أني صار لي تقريبا رح يصير شوي تاني 10 سنين. يومين نمت، ظليت يوم بس كامل، وثاني يوم الصبح ركبت وفليت. ما يناسبني الجو بصراحة. يعني يجوز لبعد سنة أنزل أسكن هناك، أو حتى أكثر من سنة، بس حاليا لا.